بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى اخوات واحلى اصحاب في الدنيا، احلى اصحاب جدعان واحلى اخوات منورين القناة. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد عليه افضل الصلاة والسلام. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ربنا يرضيكم يا رب ويكرمكم. وحشتوني جدا من اخر فيديو عملناه مع بعض. ان شاء الله النهارده هنعمل فيديو حلو جدا لميزانيه حلوه جدا. لو بتفكري تعملي ميزانيه ومحتاره في اكل الاسبوع طول الاسبوع، ما تحتاريش ولا تفكري. انا هشيل عنك هم التفكير وهم الحيره، بس توكلي على الله كده باذن الله. وهاتي معانا الكشكول بتاعنا اللي انا قلت لك في الاول خالص، لازم يكون عندك كشكول زي ده في البيت، مهم جدا وجوده في البيت. لو اقساط، لو جمعيات، لو ميزانيات، كله هينكتب هنا باذن الرحمن. عشان الكشكول ده مهم جدا يا حبيبه قلبي، ده بيساعدك وده دراعك اليمين في البيت. فان شاء الله باذن الله ميزانيتنا النهارده، انت شايله هم الفطار ليه؟ شايله هم الغدا ليه؟ شايله هم العشاء ليه؟ ده كله باذن الله هتلاقيه في الميزانيه البسيطه ديت من ست بسيطه جدا، ست بيت زيك شايله برضو مسؤوليه، محتاجه منك دعم بلايك واشتراك في القناه، وربنا يخليكم ليا. النهارده ادي الميزانيه، بكره ان شاء الله باذن الله السبت وهنمشي بالميزانيه بتاعتنا، وان شاء الله الميزانيه فيها حاجات حلوه قوي المره دي. بص، اول بند عندنا حبايب قلبي بند السوبر ماركت. يعني ايه يا محمد بند السوبر ماركت؟ بند السوبر ماركت ده اللي هو فيه الفطار والعشاء، ده ايه؟ السوبر ماركت. تمام. طبعا وعندنا كمان بند الخضار والفاكهه، وعندنا بند اللحوم وبند المنظفات وبند العطاره. مش بقول لكم الميزانيه النهارده شامله كل حاجه ما شاء الله باذن الله، مش هتحتاري ولا هتلف على ميزانيات تانية في اليوتيوب هنا وبس. هي الميزانيه الكامله باذن الله، ميزانيه واقعيه، مش اي كلام وخلاص. يلا حبيبه قلبي معايا. اول حاجه في السوبر ماركت، بصي انا هشيلك الفلوس. انا نسيت اقولك. اول حاجه هتقولي لي 5 جنيه دي بتعمل ايه هنا؟ هقولك انت معاكي ال1000 جنيه بتاعك هتطلعوا منه صدقه ولو 5 جنيه، حاجه بسيطه بس ثوابها كبير جدا عند ربنا، وهتطرح لك بركه في القرش القليل بتاعك. تمام. بصي يا حبيبه قلبي، اول حاجه عندنا اساسيات الفطار والعشاء. في اليوم، في الايام اللي احنا فيها ديت، البيض واللبن. فانا عامله لي 50 جنيه بيض و50 جنيه لبن، نص كيلو عسل اسود، نص كيلو فول مدشوش، ونص كيلو فول مجروش. الفول المدشوش هنطيبه، والفول المجروش للطعميه. هتعملي انضف طعميه في الدنيا، وهتوفري كمان، لان النهارده لو نزلتي ب50 جنيه تجيبي طعميه مش هيقضيكي انت واسرتك اي كميه طعميه. والفول ما شاء الله حبه قد كده في الكيس بيدونا ب10 جنيه، فاحنا ليه نروح نجيب حد قد كده نص كيلو يملى الدنيا ويغرق لك الدنيا؟ تحطهم في الفريزر، وقبل الفطار او العشاء هتطلعي تسخنيه. وممكن تبدعي فيه بقى، تعملي فول بالطماطم، فول بالبيض، فول بالحته الفلفل الاخضر مع الطماطمايه، هتنوعي وهتشكلي. والفول ما شاء الله، الفول ما شاء الله بتشكلي فيه باقل مجهود. طيب العسل الاسود ممكن نبدله بايه؟ ممكن نبدله نجيب ب25 جنيه لانشون او ب20 جنيه مرته زي ما انت حابه. تمام. كمان عندنا 2 كيلو دقيق بكام؟ 35 جنيه. ده على اساس ان الدقيق ب17 جنيه الكيلو. انا كنت جايبه شكاره 25 كيلو كانت عامله 450 جنيه، ده من قيمه شهر. انا معرفش الدقيق بكام حاليا، انا بفترض لك. كمان عندنا كيلو المكرونه ب20 جنيه او 21 جنيه. المكرونه الفرط جميله جدا، بس ما تتكيش عليها في السليق، ممكن تعمليها محمره زي ما انت عايزه. كمان المكرونه هتجيبي 2 كيلو هيتقسموا على اربع تنصاص، نص ونص ونص ونص. هتروحي عند العلاف هتجيبي من عنده المكرونه، وهتجيبي من عنده الرز لو ب25 يبقى 3 كيلو عاملين 75 جنيه. واظن 3 كيلو رز في الاسبوع مش قليلين، مع 2 كيلو مكرونه او 3 كيلو مكرونه يبقى 6 كيلو، مش قليلين. احنا مش هناكل بالليل والصبح وبالليل، ده هي طقه بتاعه الغدا اللي هناكل فيها رز او مكرونه. تمام. تمام. وعندنا كمان كيلو سمنه، عشان لو حبيتي تعملي الدقيق ممكن تعملي منه معجنات او تعملي منه كيكات للعيال الصبح، هيسد معاكي برضو في الايه، في الفطار وفي العشاء. تمام. انا من بند السوبر ماركت من غير السمنه كنت حاطه 340 جنيه. السمنه ب 100 جنيه مثلا الكيلو نفترض، انا معرفش برضو السمنه بكام لاني بجيب بالعلبه اللي هي 3 كيلو، يبقى كده 440 جنيه بند السوبر ماركت. طيب احنا خلاص خلصنا من بند السوبر ماركت اللي فيه المكرونه وفيه الدقيق وفيه الرز وفيه العسل الاسود وفيه اللبن ب50 جنيه لبن. انا البيض هتقولي لي ب50 جنيه قليل، انا بجيب البيض البلدي الخمسه ب20، عندنا الخمسه ب20، انا معرفش الاسعار عندك بكام. تمام. الفاكهه والخضار انا حاطه لك 250 جنيه فاكهه وخضار، هتجيبي ب 100 فاكهه ب 100 جنيه اهي، هتجيبيها فاكهه، وال100 وال150 التانيين خضار. هتقولي لي ده انت مكتره في الخضار، هقول لك لان الخضار اغلى من
الخضار اغلى من الفاكهه. يعني الطماطم النهارده عامله 20 جنيه، والبطاطس عامله الاتنين ب45. فانت هتجيبي بقى برنجان وطماطم وبطاطس، وزي ما قلنا قبل كده هننقي البطاطس مستويه شويه، كيلو بطاطس وكيلو ونص بطاطس، كيلو ونص طماطم للسلطه. والبطاطس حاولي تنقي صغيره، وتعملي بقى كفته بطاطس او تسلقيها او تحمريها. وما تيجي تحمريها ما تحمريش كميه كبيره، ممكن تحمري مره في الفطار او مره في العشاء، وممكن تطبخي منها في الايه في الغدا، صينيه بطاطس على حته فراخ على مش عارفه ايه، ومشي نفسك، دبري نفسك يا حبيبتي باي طريقه. طيب هنيجي هنا برضو لبند اللحوم. بند اللحوم محتاجين 200 جنيه فرخه. تمام. الفرخه ديت ممكن تتقسم على مرتين او ثلاثه بحسب عدد اسرتك. الفرخه ممكن تقطعها 8 قطع، ممكن تقطعها 6 قطع، ممكن تعملي الصدر بانيه، ممكن تعملي من الصدر فرخ في كفته زي ما انت حابه. طبعا عندنا 100 جنيه سمك اهي. لو مش حابه ال 100 جنيه سمك لها بدايل، ممكن تجيبي رنجه تزودي 40 جنيه، لان كيلو الرنجه عامل 140 جنيه، وتجيبي رنجه. او ممكن تجيبي ماشي، او ممكن تجيبي مكانها نص كيلو لحمه مفرومه من اللي هي المبادرات اللي انت عارفاها اللي احنا بنجيب منها. طيب بص بقى يا حبيبه قلبي، عندي لفه جلاش ب20 جنيه و50 جنيه كبد وقوانص، عشان طبعا هنعمل الجلاش. حابه تعملي بصدر الفراخ الجلاش انت حره، حابه تعملي بالكبد والقوانص نص كيلو كبد قوانص ممكن يعمل لك لفه الجلاش اللي هي صينيه الجلاش، ويعمل لك كمان ايه، ويعمل لك كمان وجبه كمان ممكن تعمليها جنب مكرونه الكبد والقوانص. يعني نوعي بقى. وعايزه اقول لك نصيحه، قبل ما تجيبي الميزانيه بتاعتك اعملي منيو في صفحه تانية كده، اعملي منيو للاكلات بتاعتك. انا هعمل يوم السبت كذا والحد كذا والاربع كذا، وكله مشيئه الله، كله باذن الله. تمام. عندنا 60 جنيه بقوليات اللي هي ايه، اللوبيا والفاصوليا. اللوبيا بمعين سودا اللي العيال ما كانوش بيحبوها، دلوقتي مفيش حاجه اسمها ما بحبهاش، لازم كل حاجه نعودهم ان هم يشاركونا في الغلا اللي احنا فيه ده، يحسوا بيه زينا عشان يتعودوا على المسؤوليه. هنجيب 60 جنيه بقوليات اللي هم نص لوبيا ونص فاصوليا، وهنعملهم على اربع، ربع وربع وربع، يبقى عندك 4 مرات. ممكن تطبخي فيهم بقى بطاطس مع لوبيا مع فاصوليا، ممكن تعملي صينيه مكرونه بالبشاميل، او ممكن تعملي صينيه مكرونه بالبشاميل، او لفه الجلاش دي برضو جنب اكله اساسيه. ما شاء الله نوعي لهم كده واعمل لهم حاجه حلوه. طيب عندنا في العطاره 20 جنيه عطاره، ممكن تجيبي بخمسه 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 بخمسه، لان احنا بنجيب كماليات. ممكن نجيب 5 كمون ب5 فلفل ب5 كزبره، او ممكن تجيبي ب10 و10، والاسبوع اللي بعده برضو تجيبي ب10 و10. عندنا 20 جنيه لبن بودره او كاكاو، يعني مثلا ب10 جنيه لبن بودره او كاكاو لو حابه ان هما يبقوا متوفرين عندك، عشان لو هتعملي كيكه او هتعملي معجنات. تمام. المنظفات انا حاطه لك من 35 ل 40 جنيه، لان الصابونه دلوقتي بقت عامله 15 جنيه، وكيس الاوكس 15 جنيه مثلا، وهتجيبي مثلا سلكه او ليفه ب10 جنيه. هو ده ايه بند المنظفات، غير الشامبوهات بقى والحاجات التانية احنا مش هندخلها في ميزانيتنا يا جماعه. طيب ممكن تشيلي الفراخ والسمك وتجيبي كيلو لحمه من عند الجزار عامل 320 جنيه، تعمليه على 4 مرات. لو انتوا ما بتحبوش الفراخ او السمك، يعني اللحمه متوفره معانا، بس الكبد والقوانص الكيلو دلوقتي عامل 120 او 130 جنيه، ممكن تحطي كمان على 50 جنيه دي 20 جنيه، وتجيبي كيلو كبد وقوانص. يبقى انا حطيت لك البقوليات والعطاره والصابون والمنظفات وكمان اللحوم. طيب انت حابه الفاكهه والخضار تزودي فيهم، انا حاطه لك 250 جنيه. انا لو معايا مش هجيب 250 جنيه، انا هجيب 200 جنيه بس، زي ما انت حابه. كمان لو الاسعار في الرز زاد عندك شويه، لقيتيه ب29 او حاجه، ماشي، ممكن كمان تبقي تنزلي السوق. الناس اللي هم بيفرشوا في السوق بالرز يبقى الرز عندهم ارخص. تمام. الدقيق والمكرونه لازم برضو حاجه اساسيه، لو هتجيبي نص اقلام او هتجيبي كيلو على بعض اقلام وكيلو سباكيتي، لو هتزودي كمان 20 جنيه يبقى 60 جنيه مكرونه. كل الميزانيه اللي انت شايفاها ديت ب1000 جنيه. تمام. اللي بيطرح بقى البركه في الحاجه ديت، اللي بيطرح فيها البركه اعتمادك على ربنا، ثم الصدقه، ثم توكل على الله، احكلها وتوكل، وربنا بيبارك في الحاجه البسيطه. ومش هنقول احنا مش هنعرف نمشي ميزانيتنا ومش هنعرف ندبر الدنيا، ممكن لو انت حابه تعمليها ب 500 جنيه كل الحاجات ديت هتبقى بالنص. تمام. البند بتاع السوبر ماركت يا جماعه فطار وعشاء. وكمان انا ما حبيتش اضيف لك زيت، عشان انت ممكن تكوني بتاخدي تموين، حتى لو فرد واحد، انا فرد واحد وباخد تموين. تمام.
يا رب تكون الميزانيه عجبتكم وتكون خفيفه على قلبكم، وما تنسوش دعوه لاختكم ربنا يشفيها ويعافيها، واللايك بتاعكم الجميل والاشتراك ينور القناه، عشان ان شاء الله قناه ام محمد ومحمود تكبر بيكم، وانتوا احلى اخوات في الدنيا، وانا بعمل الفيديو ده محبه ليكم، وان شاء الله انا كمان بمشي على الميزانيات ديت، واستنينوا فيديوهات كتيره باذن الله، كلها ميزانيات حلوه، كلها ميزانيات جميله، وربنا يرضيكم ويرضى عنكم يا رب، ويخليكم ليا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. مع الف سلامه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.